اهلا بيكم في بودكاست جديد، واحنا مستمرين في حلقات مع الدكتور حسن الخباز، خبير التنمية والخبير الاقتصادي والمحاسب القانوني. النهاردة الحلقة فريندلي قوي، برغم ان احنا هنتكلم في موضوعات تخص الشارع. يعني هنخرج بره الاطارات اللي احنا بنتكلم فيها من الموضوعات العامة الى الموضوعات اللي الناس كلها بتعيشها ويمكن بتتفاعل معاها وبتتعامل معاها في كل لحظة وفي كل يوم. اول الموضوعات اللي انا شايف ان احنا ممكن نتكلم فيها واللي هي بتشغل مصر كلها. في الاول ارحب بالدكتور حسن. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ هشام، عامل ايه؟ انت اخبارك؟ قاعده فريندلي خالص اهو، واحنا يعني يعني احنا اصحاب مفيش في القعده دي، مشاكل مفيش دلوقتي. مشاكل يعني مش هنخش في اي قضيه فيها مشاكل. ان شاء الله باذن طيب الله. انا 3 موضوعات هكلمك فيهم، لان ال3 موضوعات دول انت عملت فيديوهات ونزلتهم على صفحتك، وانا برضو بطلب من الزملاء انه ينزلوا لنا اللينكات بتاعه الصفحات عشان الناس تتابع الفيديوهات قبل ما تبتدي تشوفنا في البودكاست هنقول ايه. اول موضوع عندنا هو موضوع الكلاب الضاله. الكلاب الضاله احنا عندنا متلازمه ما بين الخوف وما بين الرحمه. في عندنا ناس بتهاجم عشان حرام وحقوق الحيوان، وفي ناس متبهدله وبتقول لك يعني احنا عندنا مشاكل مع اولادنا، الشارع، الاطفال، الحوادث كترت. القضيه ما بقتش قضيه بلد، بقت قضيه محافظات على مستوى الجمهوريه كلها. الظاهره بتنتشر، الظاهره بتتوسع، في افكار، في تجارب، في حلول. انا شايفك في الفيديو اتكلمت عن الظاهره وكان عندك بعض الحلول. ايه الموضوع؟ انت شايفه ازاي من وجهة نظرك ونحله ازاي؟ هو ازمه طبعا احنا بيعيشها الشارع في مصر كلها. موضوع الكلاب الضاله، انت واقف ما بين حاجتين: الخوف والرحمه. يعني بنتكلم في الخوف، يعني من حق ان انت تنزل ابنك يبقى ماشي مطمن في الشارع، من حق الست تبقى ماشيه في امان، الراجل الكبير يبقى ماشي مش قلقان، ماشي في الشارع بتاعي مش قلقان من حاجه ولا خايف من حاجه. تلاقي بيحصل حاجات كتير جدا، عضات، تلاقي مطاردات من كلاب، بقت عاملة مستوطنات في قلب الشارع، فده طبعا بيعمل عدم طمأنينة للناس. طب نيجي من الناحية التانية، الرحمة اللي احنا بنتكلم فيها. هو الكلب ده هو ما اختارش ان هو يبقى موجود في الشارع، ولا اختار ان هو يبقى طبيعته ان هو بيدور على اكله، طبيعته ان هو متبهدل متشرد بيتكاثر بشكل عشوائي. طب نرجع ونقول الازمة فين؟ الازمة في ان احنا اهملنا الملف ده من الاول، من البداية. فحصل دي التراكمات ده، بقينا دلوقتي قلقانين واقفين ما بين الخوف وما بين الرحمة. بس في الأول والآخر ما ينفعش الموضوع يتساب، ما ينفعش الموضوع يفضل إن حد يبقى عايش في بيته وهو قلقان، خايف ينزل من الشارع، خايف على عياله، ست نازلة وهي وبنتها تبقى ماشية خايفة في الشارع. موضوع كارثي إن يتساب. وما ينفعش تشوف انت منظر ان حد بيموت كلب او بيقتله او بيعمله. موضوع ما فيهوش رحمه، تلاقي نفسك متحير ما بين الاتنين. اللي مضرور من كلا الاتنين هتلاقيه قاعد عمال بيتكلم من الجانب بتاعه، كل واحد بيتكلم من الحته اللي هو مضرور من فيها، الزاويه اللي هو شايفها منها. فطبعا دوت ما بيحققش للناس العداله اللي الدوله المفروض هي اللي تبقى عاملاها. مع العلم ان في تجارب اتعملت، يعني بورسعيد اشتغلوا على تجارب، عملوا مراكز. انت كنت بتكلمني قبل التسجيل ان عندك حد جارك تقريبا كان بيخوض التجربه في بورسعيد. الدكتور طارق يعني ده كلمنا برضو بالتفصيل. ماسك في بورسعيد، وهو خاض التجربه في بورسعيد، وشبه يعني عاملين شغل كويس جدا، وعملوا حلول موجوده هناك. كون ان انت تعمل تعقيم للكلاب عشان ما يبقاش في تكاثر يبقى موجود، كون ان يبقى في اماكن احتجاز للكلاب اللي عندها امراض والكلاب اللي عندها سعال. يعني هم اوريدي فعلا شغالين فيها في بورسعيد وخدوا شغالين فيها. لا، انا اعتقد برضو الجيزه وظاهره شغالين كمان في الموضوع، وظاهره ظاهره جدا. انا بنتكلم على محافظات كانت قريبه مننا، ان في حد من اسماعيليه عمل التجربه هناك، عمل التجربه. طب احنا ليه ما نشتغلش عليها؟ ليه في اسماعيليه في محافظتنا ما نشتغلش عليها وكل المحافظات تاخدها كنطاق؟ لان الموضوع بقى انت كل شويه دلوقتي تشوف على السوشيال ميديا عيال صغيره قاعده عماله كلاب اتلمت عليها، ناس اتعضت موجوده، المدارس الصبح المدارس يعني. الموضوع بقى كارثي. فما ينفعش الموضوع هو الحقيقه. يعني انا عايز اقول لك، هو تصريحات الوزارات يعني المختصه. يعني مثلا انا قريت تصريح لوزاره الزراعه، واتمنى ان يكون التصريح ده مش حقيقي، يعني اتمنى يكون خبر مضروب. يعني ان بيقول لك ان الكلاب بتنام 16 ساعه في اليوم،
فيا جماعه ما فيش خطر منهم. انا ما اعرفش جابوا منين 16 ساعه، هل انتوا كنتوا نايمين جنب الكلاب في الشارع فرصدتوا عدد النوم، ولا انتوا جبتوا الارقام دي منين؟ يعني ايه 16 ساعه في اليوم؟ يعني ده مش حلول، يعني عايزين يقولوا فيما معناه ان ما فيش ضرر منهم، لكن ده في حالات عندها مشاكل. طيب احنا ازاي، خلينا ناخد محافظه اسماعيليه على سبيل المثال للحصر. انت قلت في تجربه ببورسعيد، ازاي نقدر يعني نعمل التجربه دي في اسماعيليه وبشكل حقيقي وسريع؟ بص، هو في مشكلة عند التنفيذيين ان الحاجات اللي بتهم المواطن قوي تحس ان هم بطاء، تحس ان هم براحتهم قوي في التنفيذ. اولا الكلاب هي دي بقت مستأنسة، يعني الكلاب دي عايشة معانا في الشارع، طبعا. فهي وانت بتعدي مفيش اي مشكلة. انت مشكلتها امتى؟ ان الكلاب دي لما بتبقى متجمعة وعاملة مجموعات وحد بيعدي من جنبها او عربية بتعدي من جنبها، انت حجزت منها المنطقة الامان، فتلاقيها تبتدي تحاول تهوهو عليك، تحاول تعمل عليك، تحاول تقرب ليك. طب الاطفال، الكلاب بسم الله ما شاء الله دلوقتي عندنا هم بيتغذوا كويس جدا، بقوا كبار جدا، فتلاقي بيشوفوا الاطفال بالحجم صغير فتلاقيهم بيهجموا عليها. يمكن عشان في شنط المدرسه اكل وسندوتشات وكده، وارد بيبقى ايا كان هتلاقي الكلاب بتعمل عمليات هجوم على الانسان. طيب الحلول ايه؟ ما هو انا مش قادر ان انا لا اضرب ولا اموت ولا اعمل. لا طبعا. يعني الموضوع بتحس ان هو فعلا ما فيهوش انسانيه، لان في الاول والاخر دي طبعا روح طبعا. فانت مش هتقدر تعمل معاها حاجه. فالمفروض ان الدوله تتحرك. احنا قلنا التجربه موجوده في بورسعيد. عملوا ايه؟ عملوا مراكز موجوده بتجمع الكلاب ويتعمل لها عمليه تعقيم، فتقدر الكلاب دي ما يبقاش فيها سنه ما بتخلفش. فاصبح العدد اللي موجود هيتساب زي ما هو كده موجود. طب الاماكن اللي بيبقى فيها كلاب مثلا تتجاب، اللي فيها امراض، اللي بيبقى عندها اللي خلاص بقت يعني ممكن تهاجم وتقدر تعمل ده، كلها بتتحجز وبتتحجز في اماكن. هم قالوا ان هياخدوا اماكن مفتوحه، وقالوا في كل محافظه تحدد مساحه من الارض ان هم هيعملوها الاماكن دي مخصصه للكلاب. ايوه بس في بطء في اتخاذ القرار. بالظبط كده. يعني تحس ان ايه، هم الناس تقيل شويه وهم بيعملوه. احنا بنتكلم وهنفضل نتكلم ان لازم نتحرك. لازم الحاجه اللي فيها خوف على ابني وعلى ابنك وعلى اختي وعلى راجل كبير موجود، ما ينفعش ان احنا نقعد نستنى فيه، ان نقعد نقول ايه اصلهم بيناموا، اصل ممكن يحصل، اصلي كده. لا، لازم يتخذ خطوات تقدر تحل وتجذر الموضوع دوت. يعني انا بتفق معاك ان احنا لازم يكون في حلول، وفرصه ان احنا بننادي كل الاجهزه المسؤوله في مصر والمحافظات ان لازم يكون في واحنا قرار عندنا سريع. محافظ شغال كويس جدا ومتحرك طبعًا. بشكل قوي طبعًا. جدا. فاحنا بنقول له التجربه دي اتعملت في بورسعيد، والموضوع ده بيروك ناس كتير جدا موجوده في اسماعيليه، بنقول لك يا ريت نتحرك فيه. ان شاء الله باذن الله يكون في تحرك سريع في الموضوع ده، ونكون احنا بندق ناقوس خطر، يعني اللي هو كل الناس بتتكلم عنه سواء على السوشيال ميديا او في كل مكان داخل المحافظات، ان نبتدي ننتبه والوزارات تتحرك في الموضوع ده، وان شاء الله نكون في وقت قريب قوي في حلول للمشاكل ومفيش بطء. اكيد يا ريت. ننقل بقى في الموضوع الثاني. احنا قلنا عندنا 3 اسئله. الموضوع الثاني اللي هو العلاقه بين المالك والمستاجر. طبعا موضوع مش هقول موضوع الساعة، لأن الموضوع ده مطروح من الدورة البرلمانية اللي فاتت للنواب، وخدوا فيها قرار، والقرار بدأ يتنفذ بالفعل من شهر 9 اللي فات. وإحنا في أزمة ما بين القانون اللي طلع في مجلس النواب وتوافق عليه، وما بين الإيجارات الجديدة اللي الناس بتلطم فيها في كل محافظات مصر. الموضوع ده أنت يعني عملت عنه فيديو وقلت شوية مقترحات وقلت شوية حاجات، انا يهمني ان الناس تسمعها تاني وتسمعها بالتفصيل. شايف الملف ده ازاي؟ والله تحس ان الملف ده هو لازم يبقى فيه حد او يبقى فيه شخص مظلوم. يعني احنا كان الاول المالك ده مظلوم ويصعب عليك فعلا، ما بياخدش ايجار بالقيمه اللي بتعادل المكان. لما طلع القانون ادوا سلطات مطلقه للمالك تحت بند ايه؟ حريه الملكيه. انا معاك، بس ما ينفعش الحريه تبقى حريه مطلقه. انت دلوقتي خلاص المالك بقى بيدي ايجارات بمدد صغيره جدا. ما فيش يعني مدد صغيره، عايزه سنه او سنتين او 6 شهور عشان يبتدي معاك الستارت من اول وجديد. ما فيش اي حدود تقدر تعرفك ان انت بتزود ليه. انا مش عارف هو بيزود ليه. يعني هل انت بتحسب كل حاجه انت بتشتريها بسعر مثلا غالي او التزاماتك فيتحملها المستاجر؟ ما
ينفعش الموضوع العلاقه تبقى متسابه سلطه مفتوح. مطلقه مم. للملك. ايه يحدد لك القيمه الايجاريه، يحدد ان كان ياجر لك ولا لا، يحدد لك المده الايجاريه. ما ينفعش تتساب كده اهو مم. تحت بند حريه الملكيه. ده حتى في احنا الايجار في عندنا القديم، الناحيه التانية، طب فين العداله؟ حتى في الايجار القديم لما طلعوا له قانون انه بعد 7 سنين من حقه انه يطرده، رغم ان هو خلي بالك بياخد. اللي يقول لك ايه اصل لا ده هو مش هيطرده، ده ممكن يزود عليه الايجار. مفيش كلام. يعني انت عايز تقول لي واحد قاعد عمال شايف معاك الويل السنين دي كلها مم. هيسيبك؟ لا يا عم، هو عايز يغيرك ويجيب حد غيره. لا، خاصة كمان يعني رغم ان هو هياخد مبالغ عالية، لان هي الايجارات زادت بشكل عالي جدا، وكل 15% كل سنة بتزيد 15%، يعني على ما يوصل ل7 سنين هيبقى الايجار مرتفع. خد بالك البعد الاجتماعي هنا ما تبصش عليه، يعني البعد الاجتماعي هنا اغلبية الناس اللي ساكنين ايجارات قديمة دي ناس في المعاشات ومعاشاتها محدودة. النهارده انت عندك ملفين في منتهى الخطوره، زي ما انت قلت الايجارات الجديده اللي بيعملها وفقا لاهوائه ووفقا لشخصيته، والملف بتاع الايجارات القديمه. انت شايف الحل فين؟ يعني برضو انا معاك ان احنا سايبين المساله مفتوحه، طب نحلها ازاي؟ مش مساله نحلها ازاي، م. هو لازم يبقى اللي بيحكم الناس كلها قانون. يعني احنا محتاجين فلازم يبقى قانون. في قانون م. عادل ما بين الناس. م. مفيش تسلط سلطه على سلطه، مفيش تسلط شخص على شخص. انت بتتكلم في موضوع الامان، م. والامان ده لو احنا بنتكلم عايزين دولة بنبنيها وعايزينها تتحضر وتبقى دولة قوية، فلازم ده من الامان. م. السكن جزء من الامان، والامان ده جزء من الامن القومي. م. يعني ما ينفعش يكون ان انا ابقى حاسس بخوف كل 6 شهور قاعد عمال مقلق ان انا هطرد، انا همشي، انا هروح اعمل ايه. موضوع كارثي. م. طيب اعضاء النواب بتوعنا ما ينفعش يتساب الموضوع ده كده. هم ما وافقوا عليه في الدوره اللي فاتت. انا موافق، هم وافقوا عشان يشيلوا ظلم، ولكن كمل الموضوع بامور. يعني انا هقول لك على حاجه، الضرائب العقاريه م. بتزود القيمه الايجاريه كل 5 سنين. م. طب انت ليه ما تخليش ان الحد الادنى للمده هو 5 سنين؟ مثلا ما هو بيزيد، هو وفقا قانون عالمي للضرائب العقاريه. موجود. يبقى موجود، ليه ما يبقاش كل 5 سنين؟ م. كون ان حد يطلع قبل منها انت حر، ولكن انت من حقك ال5 سنين. م. بمجرد ما يبقى معاك عقد ان شاء الله ب6 شهور بسنه، لا اتمدد ده لمده 5 سنين. استقرار وامان فده يحقق للناس. استقرار وامان للناس. م. انا عايز ابقى مطمن. م. يعني انت متخيل ان انت تبقى موجود، انا مثلا في البيت عندي انا مش عايز حتى اجمل حاجه لان عارف ان انا همشي. طب بالظبط. انا عايش ازاي في البيت؟ بالظبط. انا عايش ازاي في مكان ما اناش مستقر فيه؟ م. والملك كل همه مش عايز مده كبيره عشان يبتدي معاك الستارت من اول وجديد. طبعا لانه كمان هيعلي الايجار، لما هياخد حد تاني هيعلي الايجار عليه، هو هيبقى مستفيد. فالموضوع بقى طب فكره السكن الاجتماعي اللي الدوله بتحاول تشتغل عليه، رغم ان انا يعني عندي تحفظات، لان يعني لما تيجي تحسبها بالمتر، لما يجي شاب عايز يبدا حياته، يعني هيبدا حياته بالارقام دي ازاي؟ لان برضو الارقام كبيره. ممكن تحل المشكله؟ لا يمكن تكون الدوله هتقدر تغطي احتياجات الشعب كله. احنا م. فوق ال100 مليون، م. فما ينفعش ده احنا عندنا في 10 مليون جايين من بره، هم بيغلوا عليك الايجارات. م. الموضوع ان لازم يبقى فيه علاقة ايجارية بقانون متحدد من الدولة. م. لازم اعضاء النواب ياخدوا الموضوع دوت على محمل الجد. ما ينفعش يبقى فيه تسلط شخص على شخص، م. لازم يبقى فيه عدالة. لا، هو حب يحل المشكله في الدوره الاولانيه، يعني في الايجار القديم، فراح مركب ده على ده. النهارده انت بقى كمان سبت كمان المالك هو اللي دلوقتي، زي ما انت قلت كده في الفيديو بتاعك، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت في بدايه الحلقه بتاعت البودكاست، ان انت خلاص اديت له كمان فرصه، المالك، انه يحط ايده بسلطه وقوه على المستاجر. طيب القانون، اي قانون هيطلع في البرلمان لازم الحكومه تكون مجهز له الديالوج بتاعه، اللوائح بتاعتها والكلام ده. انا مش شايف الحكومه بتشتغل في الموضوع ده، رغم ان فيه نداءات كتيره ان الناس تتدخل والنواب يتدخلوا. برضو هل هننتظر؟ نرجع كده نتكلم إرادة صوت الشعب. يعني المفروض النواب بيوصلوا إرادة صوت الشعب عشان الحكومة تقدر تتحرك فيها. مظبوط. خلي بالك هم لو عايزوا يعملوا قانون بكرة هيعملوه طبعا. فمين اللي هيوصل ده؟ ما ينفعش يبقى فيه 10-15 واحد هم بس اللي بيتكلموا في البرلمان بيتكلموا عن حقوق الناس. لازم يبقى الناس كلها بتفكر في الشارع. انت مش معايا ان الدور كبير على الأحزاب لان هي بتمثل كتلة داخل البرلمان؟ دي كارثة لما تبقى الأحزاب ليها دور مش قوي. ما ينفعش اللي انت بتقوله. لا، الأحزاب المفروض انها بتحضر وبتناقش، لان هي اكتر حاجة قريبة للناس، اللي هي مفترض بتتكلم بصوت الناس. هي دي، وهي اللي عندها الهيئة البرلمانية بتاعتها اللي بيقدر ممثلها يقدر يتكلم في مشروع وفي قانون.
مم. فالموضوع لا، يعني محتاج احنا محتاج تحرك، ما عندناش ومحتاج حزب. ان نواب تقدر تتحرك على موضوع الناس محتاجاه. الناس محتاجة مم. امان، مم. محتاجة استقرار. صعب قوي ان يتساب الموضوع بخوف، بقلق. انت عارف يعني ايه الضغط اللي تبقى عايشاه اسرة، على ان انا ممكن اسيب المكان اللي انا هبقى موجود فيه، مم. على ان انا مكان اكل عيشي اللي انا موجود فيه، ان ممكن بكرة حد يقول لي امشي اروح افتح في مكان تاني. موضوع ما ينفعش يتساب كده. لازم يبقى في قوانين بتحترم حقوق الناس كمالك وكمستأجر. انا مش ضد ان احنا نرجع مش ضد المالك، ولا عايز نرجع الموضوع من الاول. مم. انا بقول ننظم العملية ما بين المالك والمستأجر، بحيث ان الموضوع ما يتسابش ان حد يبقى متسلط على حد. احسنت. عمر ما حد هيبقى متسلط على حد، وعمر ما حد هيكون بيشتغل على الامان والاستقرار طالما في قانون. انا بشكرك، واحنا في انتظار قانون جديد اعتقد ممكن ينظم العلاقة دي بين المالك يا والمستأجر. رب النواب تتحرك في القضية دي، ما ينفعش ان هم يغفلوها، لازم يتحركوا فيها. احنا محتاجين فعلا نشوف حل لموضوع المستأجر والمالك. ما ينفعش حد يبقى متسلط على حد تاني. سؤالي الثالث والاخير، وبرضه من الفيديوهات بتاعتك، انا يعني مهتم ان انا بشوف الفيديوهات، لان انت اتكلمت عن موضوعات بتهم الشارع جدا، ورغم ان احنا قاعدين زي ما قلت لك قاعده فريندلي قوي، لكن الحوار الحقيقه في موضوعات مهمه للناس اللي عايزه تشتغل، يعني الناس اللي عايزه تحل قدامها موضوعات مهمه. الموضوع بقى ده يعني ما فيش حد في مصر ما بيعانيش منه، موضوع الناس اللي اشترت الشارع زي ما انت قلتها كده. يعني الناس اللي اشترت الشارع، انت قلت كده في الفيديو وانا عجبني الكلام. يعني الناس اللي اشترت الشارع اللي هي حطت طوب وحطت صاج وحطت حديد وممنوع الركن وممنوع سيارات تقف، وقصاد المحلات وقصاد البيوت، عملت زحمة في الشوارع، خلقت مهن جديدة ووجدت أشكال جديدة من البلطقة تحت اسم السايس. الوقت انت عشان تركن لازم تدفع. واحد بيبقى قافل المكان طول النهار قصاد المحل قصاد البيت عشان يرجع بالليل يركن فيه. الحقيقة الموضوع كبير قوي. انت اتكلمت فيه وقلت فيه حاجات كتير، عايزك توصفه لي بقى كده بدقة وبتوضيح ونحله ازاي. انت قلت كله. لا خالص، يعني خالص. لا، هو بص، احنا عندنا أزمة بيشوفها الشارع، في ان الناس الحدود، المساحة اللي ما بين الناس مش موجودة، وكل واحد بقى بيتعامل بالأمر الواقع ان انا هاخد المساحة بتاعتك. مم. يعني ايه كل واحد حاطط لي قدام محله على رصيف؟ يا ريت قدام المحل، انت بتنزل يعني انت بياخد عندك تحت المحل الرصيف. وفي عندك رصيف مم. وعندك الشارع. مم. يعني اشترى الرصيف واشترى مم. الاسفلت، يحط لك طوب، يحط لك كراسي، يحط لك دلوقتي بيحطوا سلاسل سلاسل موجوده حديد. وقافلها، يعني رسمي دي بتاعتي، ما حدش، خلاص مش من محدش حقك ان يقرب انت منها. تقرب منها. إيه، ولو حد مثلا عايز يعمل حاجه بقى يروح حاطط لك زرع، فانت يعني خلاص انت مش ضد التجميل يعني. واخدوا الشارع وكانه ملكيه خاصه، ما تنفعش تركن، ما ينفعش تقرب منه، ده حدود مكانه. لا، انت ما اشتريتش الشارع، والبلد ما هياش عزبة انت قاعد عمال بتاخدها. ده حق الناس، حق الناس في الشارع، وحق الناس في انها تركن. انت لو حدودك في محلك او حدودك في مكانك، انت جوه المحل بتاعك، لو بتدفع ضرائب او بتدفع ايجار لحدود مكانك، ما اشتريتش دوت عشان اخدت بيه الشارع معاه. انت متخيل؟ انت ممكن تلاقي ده، انت كمان بتتكلم في نقطة السايس. ده السايس دلوقتي بيجي على رصيف يروح حاطط حاجات قافل لنفسه، ده مكاني، ما حدش يقرب يركن منه. بتركن عملوا نفسهم وبلطجة بقى يعني، وليه تسعيرة مثلا، مش طبعا. بياخد ليه تسعيرة تانية. الساعة بكام؟ الساعة ب 40 ورايح والساعة ب 10 فين؟ وراح يعني فين؟ بعد انت رايح فين وهتقعد قد ايه؟ يعني بيحقق معاك ويستجوبك قبل حتى ما يخليك تركن. طب احنا قاعدين فين؟ طب هو ينفع الدولة انها تبقى سايبة الموضوع كده؟ طب هي المشكلة عند مين؟ هل عند المرافق؟ هل عند ملفه بيتساب. نفس القصة، الأزمة يبقى عندنا مشكلة وتبقى مشكلة صغيرة تكبر وتكبر وانها بتتساب عشان احنا سيبناها، لانها بتتقلد. يعني انا بصراحه اصلي، يعني انا عندي محل، انا جنبي مني واحد قافل ما بيخليش حد يركن. طب انا اخلي حد يركن؟ طب ما بلاش بالمره. فتلاقي بقى الشارع كله ملكيه خاصه، المحلات واخداها، او ملكيه خاصه منزل استنداد على الشارع وحاططها وقافل بيها. انت عارف انا يمكن قريت حاجه كده ان هو بيقول لك في المدن الجديده عملوا ترخيص الكلام ده للسكان. يعني انت كساكن في العماره المنطقه، بس هم عشان في المدن الجديده في اماكن واسعه قصادهم، من حقك انك تاخد المكان ده وبتحاسب عليه بالسنه مع الحي او مع المرافق او كلام من ده. للاسف برضو المساله دي
يعني نتفق نختلف عليها، يعني ما حددش من المشكله. طبعا دي كارثه، انت بتقنن. اه بعد كده بيتحول الموضوع بيبقى ملكيه خاصه. يعني حتى الموضوع يعني هو اولا بياخد منك تمن اشغال، م. مش بيديك مكان هو ملوش ان هو يدي مكان، ده مكان بتاع الناس. م. يعني المفروض الوحدات المحليه بتنظم الحركه في قلب الشوارع وفي قلب عشان الناس تقدر تتحرك فيها. م. فكون ان هو ياخد منك فهو بيغرمك او بياخد منك اشغال طريق. م. انما مش معنى كده انت بتخلي اللي قدامك يفتكر انها ملكيه خاصه. زي بالظبط المشكله اللي حصلت في الاكشاك لما جه المحافظ اللي هو نبيل، راح جاء حجم الاكشاك، فالناس كلها بتتكلم ازاي ده بيدفع للحي. طب بس عشان نقف، انت مع مع الموضوع ده ولا ضده؟ انا مع حق عشان الناس. البلد كلها مقلوبه. بص انا مع حق الناس. بمعنى حق الناس، ان حق الناس في الشارع، حق الناس في المواطن ما يشتغل. انا ما بقولش ان هو ما يشتغلش، بس لو هو عايز يعمله بالشكل الاطار انه يبقى محل في الشارع، ما تأجر محل. انت مش لازم يبقى كشك صغير لباترينا ترخيصها لانها باترينا تبقى موجوده واخد الشارع كله، واخد الشارع كله لحسابي وملكيه، وبعدين باخد الشارع وبمنع حد يركن. نفس الازمه بتبقى موجوده. فلما يجي حد يتكلم ويبتدي يدخل في مشكله انا ابقى ضده، لا انا مش ضده. بس طالما حق الناس وحقوق ما ينفعش حد يتكلم فيها، لان انت لو سكت على حقك النهارده بكره انت ما بقاش ليك حق اصلا ان انت تتكلم فيه. احنا سكتنا في الشارع عن حد راح جه حط بتاعتين حديد وقفل الحته اللي مكانه، زي ما حضرتك قلت بقيه الشارع بقى عامل كده كله دلوقتي. المشكله ان انت برضو حتى الموضوع كارثي، انت ما انتش عارف تكلم الوحده المحليه الحي ولا تكلم المرور ولا تكلم المرافق. يعني انتوا بتعدوا وسايبين الموضوع كده. طب بس تروحوا قدام العربيات اللي عندها فاميه، هي دي الكارثه بالنسبه لها. طب ما تشوف الناس اللي موجوده، بدل ما حد راكن صف تاني وتقعد تعمل له مخالفات. طب ما تشوف الناس اللي حاطين طوب ديت ونزل غرمها، ما تخلي الناس تعرف تركن. الموضوع محتاج تنظيم. ده في ناس صبت في الارض يا دكتور، ده صابين وحافرين في الارض. يعني ده اصلا المفروض يتجرم على ان هو مبوظ الاسفلت. انا عايز اقول لك ان محطه حديده وقافلها وسلسله في عماره كامله في بيت مثلا عنده 3 عربيات هو قافل الشارع كله بتاعه. يعني دي من النماذج اللي موجوده دلوقتي اللي احنا بنشوفها. فالمساله تعدت حدود المنطق الى لا منطق، مفيش منطق دلوقتي في الموضوع. ده في حاجه تانية. ده في واحد ممكن يكون حاطط العربيه بتاعته على الرصيف ولو حد جه ركن يروح عامل له الكاوتشات بتاعته منزمها له قلب الدنيا وبيتخانق معاه. انت ازاي تركن في الشارع؟ انت كده قفلت عليا. يعني ما هو كتر ما احنا بنسكت على الموضوع ده النتيجه هتبقى ازمه موجوده في الشارع والناس مش راضيه. فانا كل طلبي من المحافظين والاجهزه التنفيذيه والوحدات المحليه رؤساء الاحياء، اتحركوا في الملف ده. الموضوع محتاج شغل، حسسوا الناس ان في دوله. الدولة اللي ما بيحترمش الخصوصية والمساحة اللي بين الناس دولة مش متحضرة. احنا بنبني نفسنا، ما يبقاش عندنا رئيسنا قاعد عمال شغال وفي مشاريع شغالة للبلد بشكل قوي جدا واحنا بنيجي نبوظ بمنظر مش حضاري، شوية طوب فوق بعض ولا صناديق محطوطة ولا سلاسل. موضوع كارثي محتاج الدولة فعلا انها تتحرك فيه. اكيد لازم الدولة تتحرك، بس انا يعني ببشرك انك ان شاء الله تروح مش هتلاقي مكان تركن فيه. اكيد لما سمعوا لك في الحلقة دلوقتي وهيروحوا يحطوا لك حديد تحت بيتك. ربنا يعينك. بشكرك. هو لغايه دلوقتي والله ازمه موضوع بشكرك يا دكتور. 3 موضوعات مهمين واعتقد الناس هتبقى يعني والمسؤولين اكيد هيهتموا. يا رب الاجهزه التنفيذيه تسمع يعني دوت ويبقى في خطوات. يا ريت نتمنى كده ونكون احنا بندق ناقوس خطر زي ما بنقول دايما عشان الناس تاخد بالها من الموضوعات المهمه. بشكرك وان شاء الله نتقابل في بودكاست جديد ان شاء الله. شكرا لك. شكرا استاذ هشام.